ده الزوز دلوقتي وده الزوز زمان لو تفتكروه من الفيديو ده. الزوز بتاع زمان ده شاف مناظر كتيره جدا، عربيات بتعمل مطاردات وبتيجي ورا بعض وبتنفجر في الاخر. طب ما تجيبي بوسه بقى. مناظر مرعبه وقتله وسفاحين وناس بيتلذذوا بالتعذيب، وعشان ما يشخش على نفسه كان بيتفرج على الكوميديا. وكان ايه بقى، وكنت بتبهر بكميه المناظر والافكتات اللي بشوفها في الافلام الاجنبيه. غفلتك صح؟ لا يا اسطى ولا غفلتك ولا حاجه. اصل مش معقول يا اخويا واحد بيتعود على الافلام ديت وبيتعرض عليه اعمال مارفل ودي سي وشويه الحبشتكنات ديت، فاكيد مش هيسيب الكلام الحلو ده ويروح يتفرج على لا تراجع ولا استسلام وبلبل حيران والليمب 8 جيجا. دي الافلام اللي كانت مشهوره او اللي كنت عارفها. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. لحد ما في يوم وانا قاعد على الكمبيوتر وابويا قاعد ورايا قال لي ما تجيب فيلم فبراير الاسود. وانا وقتها كنت بتبضم من اي فيلم مصري، مش عشان وحشه، عشان عيني كانت متعوده على الوسائل، قصدي على الافكتات واللقطات اللي كان متعوب فيها. المهم يعني عشان ابويا ما يركبنيش كنت مضطر ان انا اشغل الفيلم ده وقعدت اتفرج. في ظل المأساة اللي بتعيشها البلد مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولا منظومة الجهات السيادية، ثانيا منظومة العدالة، ثالثا منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة إن محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها. أما اللي زينا فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن. الفيلم كان رهيب، ما كانش فيه مشاهد مطاردات، ما كانش فيه قتال، بما اني ما كنتش متعود على نوع الكوميديا ده فما كانش بيضحك قد كده. انا ليه حبيت الفيلم ما اعرفش. قصه الفيلم ان في 2 اخوات، واحد دكتور في جامعه والتاني كيميائي في الطرشي، ومن بوستر الفيلم هتعرف ان هم اتفشخوا في الفيلم ده بسبب الطبقيه. يعني البلد بتحط اولويات للضابط او المحامي عن الطبقات التانيه، وبالرغم من ان انا كنت صغير في الوقت ده بس فهمت الهدف من الفيلم، وده بسبب الطريقه المباشره اللي كان بيقدم فيها الفكره. المهم كان لازم اعرف اسم الممثل ده، وقعدت ادور لحد ما عرفت ان اسمه خالد صالح، وفشخت كل افلامه، هي فوضى والرئيس عمر حرب وتيتو والقنصل وكف القمر والحرامي والعبيط وغيره كتير. من كتر ما انا حبيت الممثل قلت اما اعرف هو عنده كام سنه وفين افلامه الجديده. الممثل مات من 2014 ربنا يرحمه. ومن هنا بقى بدايه الفيديو الحقيقيه. يلا بقى ليه ضحكت عليك وخليتك تتفرج على مقدمه طويله. المهم يعني بعد ما خالد صالح حببني في نوعيه الافلام ديت كنت واخد قرار ان انا لو لقيت فيلم معمول عليه ضجه احوش واروح اشوفه في سينما، مع العلم ان انا في بلد ريفيه قوي، يعني محتاج 16 مواصله عشان اوصل لسينما محترمه، مش واحد حاطط تلفزيون في الشارع وبيلم من الناس فلوس. لحد ما في يوم وانا قاعد بشغل التلفزيون وعلى غير العاده بدل ما اجيب قناه MBC 2 جبت روتانا سينما، واللي كان شغال وقتها حلم العمر. اول فيلم جاب لي بروستاتا في بيوت الاثنين، كان عامل لي ميكس غريب، كنت بريل وبينزل مني في نفس الوقت. تفضلي كده على طول ولا ايه؟ ده انت بقيتي حاجه مقرفه. ايه القرف ده؟ انت ما بتحسيش؟ كميه اللقطات الغبيه والعبثيه في الفيلم ده كتير جدا، بس اللقطه اللي علقه معايا لحد دلوقتي لما كان داخل البيت سكران والنور مطفي، واول ما النور اشتغل لقى امه والمدرب بتاعه قاعدين سوا. النور كان مطفي ليه؟ يعني تخيل معايا هم كانوا بيتكلموا يعني ما كانوش بيعملوا حاجه تانية. اول ما عرفوا انه جاي يطفوا النور عشان يغزوه مثلا وقال جمله تفقع لك مرارتك بتدل ان هو سكران يعني وكده. انا ايه اللي جابني النادي وربنا انا عايز اروح. وبعد ما المدرب بتاعه هزقه وهو طنشه ودخل ينام وامه دخلت وراه ورزعته بالقلم، قام باصص لها قامت مدياله قلم كمان، قام باصص لها قامت مدياله قلم تاني. وبعدها المدرب دخل عليه وغسل له وشه ورجعه الاوضه تاني، لقى امه واقفه قدامه ورزعت كف كمان. ايه ده مش كفايه؟ عادي هي الكفوف بفلوس. وقالت له فعلا انت هتعرس ولا ايه، واديت له القلم تاني. والمدرب زهق من القعده بره وكسر عليه الشقه وغسل له وشه ورجعه الاوضه تاني، بس المره دي قال له ما انا هقوم بالواجب، وقعد يلكم له ويقول له هتلعب. وبعدين طلع وهنختم المشهد الايقوني ده بان امه ادته قلم كمان. طبعا انا مبالغ في اللي حصل، بس انا من ساعتها واخد عهد على نفسي ان انا اتفرج على افلام وما اتفرجش على افلام حماده هلال تاني. بس في يوم كده دماغي قالت لي طب ما تجرب تتفرج على الافلام القديمه، انت عندك حاجه تخسرها، بس مش القديمه قوي يعني. والحمد لله يعني النت كان مساعدني ان اتفرج على اللي انا عايزه. واللي علق في دماغي ساعتها هي افلام احمد زكي زي كابوريا وسواق الهانم ومستر كاراتيه. بس اكتر فيلم عجبني له من اول دقيقه لاخر دقيقه هو البيضه والحجر. ولاحظت ان اكتريه افلامه غنائيه، يعني انت بتتفرج على الفيلم في امان الله يقوم رازعك اغنيه تاخد ربع ساعه من وقت الفيلم، وده لسه مستمر لحد دلوقتي. بس الموضوع بقى بيحشروا الاغاني عشان يزودوا وقت الفيلم وخلاص، ومنها ينزلوا كاغنيه لوحدها، وده بالتالي بيشهر الفيلم والاغنيه. بس عارف ايه اللي افضل من الافلام الغنائيه؟ افلام المغنيين والمطربين زي حماده هلال وتامر حسني ومصطفى قمر. هي عباره عن تطبيق صدقه جاريه سميته ضريبه اخويا لكل المقتدرين في بلدنا ان هم يدفعوا جنيه واحد بس. 80% من افلامهم زي الزفت، تحسهم بيتارجتوا البنات اللي داخلين في العشرينات او اللي لسه بالغه عشان يتحايحنوا على الممثل. بس هي كلها محن ودراما وتلزيق. هي فين افلام الاكشن؟ يا باشا اتفضل. لا بقول لك الاكشن. هي دي هتتفرج ولا جاي؟ ده بالظبط اللي لقيته في وشي لما جربت اتفرج على انواع الافلام دي، بين قوسين الافلام اللي فيها بلطجه او البلطجي في السينما المصريه. اعتني بكام يا صاحبي؟ لاحظت ان اي مخرج او كاتب لما يحب يعمل بلطجي لازم يجيب واحده يحبها وواحده الجمهور يحبها او اللي بيخونها مع اللي بيحبها. ولاحظت برضو ان في محتوى مخصوص للبلطجي ده، يعني ممكن يطلعوا منه افلام كوميديه فيخلوه بق او بلطجي بس او هفق او بق او على طول سكران او بق او عنده مبادئ او بق. واكتر بلطجي معلق معايا لحد دلوقتي هو
خامس ماله ده؟ معلش يعني لو انت شفت الفيلم ده قبل كده شفت طريقه كلامه ان مامته زودت المصروف بقى 900. عادات هو اللي معلمه الكلام عم خفاجي. ده ظابط عيل جه لف لي قضيه. بس انا ما قلتش صحيح مين اللي اقترح عليا الافلام دي. اقدم لكم اخويا ده كان مدمن محمد رمضان، لو شافه في الشارع كان ممكن يلحس له عادي. لقيته عايز يفرجني على الالماني وقلب الاسد وعبده موته، بس طبعا اول مشهد لكل فيلم كنت بتقفل منه وبقفله. وبص انا مش هقول لك ليه، تعالى معايا شوف المشهد ده. بيبتدي بفارس الجن وهو بيتمشى عشان يشوف اي حاجه يسرقها، وكيفه جاي معاه موبايلات. المهم انه بيبص وبيتلفت هنا وهنا لحد ما يلاقي موبايل وقال بس هو ده. ويشاء القدر ان الموبايل ده يطلع بتاع تاجر اسلحه، فعلشان يسرقه يعمل ايه بقى؟ سهل جدا، طلع اي حاجه تقيله وكسر بيها ازاز العربيه وخش العربيه وما تخافش العربيه مش هتزمر، واسرق اللي انت عايز تسرقه وما تمشيش. انت عايز الفيلم يبوظ ولا ايه؟ لا انت تستنى شويه لحد ما البوديجاردات يعدوا بالصدفه ويشوفوه. يعمل ايه نمبر 1؟ ما اكيد مش يعني طلع يجري. بعد ما يخلص جري بيبص وراه لقاهم بيطيوا شويه، وخد قرار خدم الفيلم وخدم الحراس وهو انه وقف يستناه. بس لما لقاهم هيحصلوه يا عين خبط واحد وخد العربيه بتاعته، رغم انه كان في عربيه قبل دقيقتين بس نمبر 1 ومزاجه كده. المهم يعني كان في بودي جارد بيجري من اول مشهد، وصل قبل اللي راكبين عربيات، وعنده دلوقتي حل بديهي جدا اي حيوان منوي هيفكر فيه، وهو انه يفتح الباب على نمبر 1 ويخبطه وخلاص كده. بس اللي عمله كالاتي: كسر ازاز العربيه ونط بدماغه وبقى متعلق كده لحد ما ظهر البتاع ده وهو يتخبط فيها، والخبطه ديت المفروض انه كده مات. وبعدها نمبر 1 يزهق والبودي جاردات هم كمان يزهقوا، فينزلوا كلهم يكملوها جري. وده كان اول قرار زباله ياخده نمبر 1 لانه كان هيتقفش. بس يشاء القدر تاني انه يظهر تحت الكوبري عربيه في نفس التوقيت اللعين ده عشان طبعا تنقذ نمبر 1. فكك من ان انا ضحكت عليك تاني وخليتك تشوف مشهد تقريبا انت عارفه عشان اطول وقت المشاهده. بس خدت بالك من بدايه الفيلم انت لو بني ادم ضارب ميكس خرا على زباله مش هتقتنع بالبدايه دي، وغالبا هي دي بدايات كل افلام نمبر 1. المهم نقفل بقى الفيديو ده باخر نوع من الافلام الكوميديه. والله بالنسبه لي زمان الافلام الكوميديه ما كانتش بتضحك جنيه، كان ممكن يكون ممتع بس ما يضحكنيش. يمكن الفيلم الوحيد اللي خلانا ابتسم ايامها هو فيلم سمير وشهير وبهير، وده بسبب افيهات الافلام. غالبا لازم تكون محضر دكتوراه في الافيهات المصريه، غير كده ما كانش عندي الوعي الكافي ان افهم هم قصدهم ايه بالمشهد ده. الحاجه الوحيده اللي كنت بتفرج عليها وبضحك مسرح مصر. في لسه كلام تاني عايز اقوله، وهم بتوع اليوتيوب اللي خدوا الافلام المصريه كمحتوى، والفيديو المفروض يبقى اطول من كده بس الكمبيوتر بدا يعني. بس كده هو ده كان فيديو النهارده. لو انت كملت الفيديو ده للاخر فده معناه ان انت من عيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه. تقدر تشير الفيديو وتحط لايك لو بتحب، وده الانستجرام بتاعي هتلاقي الرابط في الوصف. وبس كده، سلام.